السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبيباتي، يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. أول حاجة حابة أرحب بكل الناس اللي اشتركت في القناة، شرفتوني ونورتوني. أهلا بكل أخت انضمت للقناة. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهاردة يا بنات كله توفير، هنشوف مع بعض مشتريات كتير وهنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا وموفرة، ولادك مش هيبطلوا يطلبوها. هتعمليها من غير لحوم خالص ومحدش هيصدق انها من غير لحوم. اول حاجة بعد كوباية الشاي باللبن الجميلة اللي عملتها دي، نزلت رحت لماما زرتها. في عندها فلاحة كده بتيجي في الشارع بتاعهم بتبيع حاجات حلوة كتير. جبت حزمتين الجرجير دول، الحزمة تخيلوا بجنيه. وجبت كرتونة البيض البلدي الحلوة دي ب100 جنيه. وجبت الجبنة القريش دي الكيلو ب40 جنيه. كمان رابطة الخس التلات وحدات دول، كانت الواحدة الرابطة عاملة 5 جنيه، يعني التلاتة ب5 جنيه. بصراحة الحاجات دي بتملى البيت خير. انا بحس ان الحاجات دي لما تكون عندي ان انا كده البيت عندي مليان خير. ربنا يملى بيوتنا كلنا بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. بالنسبة بقى للناس اللي بتستغرب الاسعار، يا جماعة والله هي دي الاسعار اللي موجودة عندي. كمان الحاجات دي الفلاحين بيبقوا بيجيبوا الحاجات دي بيبيعوها بأسعار أقل شوية من الأسواق، وطبعا البيض معاهم مش هيكون زي السوبر ماركت. كمان هي الصراحة فعلا صحيح معاكم حق ان الأسعار بتختلف من منطقة للتانية. فعلا أنا لما بروح في الصيف سيدي بشر وبشوف الأسعار هناك، بقول ان هي غالية، بس انا بعتقد ان هي عشان الصيف يعني والمصيف، لكن معرفش ان هي طول السنة بتكون الاسعار عاملة كده. لكن الاسعار دي زي ما قلت لكم الاسعار اللي موجودة عندي في هنا في الورديان، وهتلاقوها زيها برضو في العجمي، الاسعار نفس الحكاية. اليوم ده بقى يا بنات قلت انضف فيه التلاجة، يعني يوم البواقي، بلم البواقي اللي في التلاجة وبعمل لهم اكل بيه. بس برضو كان لازم ادلعهم واعمل لهم حاجة كده يحبوها. فكان عندي بدنجانتين حلوين كده فجبتهم، وهي دي الاكلة اللي بقول لكم انهم يعني بجد لو عملتيها عيالك مش هيبطلوا يطلبوها. اول حاجة وزي ما انتي شايفة كده انا قطعت البدنجانتين، قسمتهم بالنص، وبعدين قورتهم كده، خرجت القلب منهم سواء كان بالسكينة او بالمعلقة، ولو هتعمليه بالسكينة خلي بالك على ايديكي. بعد ما قورتهم ونضفتهم، القلب ده يا بنات احنا مش هنرميه، القلب ده هنستفيد منه وهنكمل فيه الاكلة، يعني هينفع في الاكلة كويس قوي. خدت البتنجان بعد ما اتقور ورشيت عليه ملح كده من بره ومن جوه، وركنته على الصينية بتاعته اللي هي عليها ورقة زبدة يعني، وعايصاها يعني نقطة زيت كده. القلب بتاع البدنجان اللي جوه قطعته مكعبات يعني علشان يبقى صغير شوية. وجبت كمان معلقة زيت، معلقة الزيت دي حطيت عليها معلقة زي ما انتي شايفة كده قد ايه، حبة صغيرة خالص في الفيديو. حطيت عليها التوابل اللي هي عبارة عن ملح وشطة وكمون وفلفل اسمر، حاجات بسيطة. ولو انتي بتحبي تملحي تحطي زعتر او كده ممكن تحطي، بس انا الصراحة ما حطيتش. خدت بقى رشة، قلبتهم كويس وخدت رشة الزيت دي ودهنت بيها البدنجان، دهنته من بره ومن جوه كويس قوي. وبعد كده دخلته الفرن على درجة حرارة 220، ولو فرنك بيعمل 240 هيكون كويس ويسرع معاكي التسوية. جوه الفرن بفضل اقلب فيه كل شوية شمال يمين علشان يستوى من الناحيتين. طبعا انا مش مشغلة الشواية، انا كمان الفرن عندي مش بيشغل الشواية وتحت الاتنين مع بعض في نفس الوقت، يعني يشغل ده يشغل ده. في طاسة على النار هتجيبي يعني معلقة سمنة او معلقة زيت، هتحطي عليها بصلة متقطعة وفلفلة قرن فلفل
والبدنجان اللي انتي عملتيه اللي احنا قطعناه مكعبات، هنشوح كل ده مع بعضه. هنحط كمان عليه طماطمايه او طماطميتين متقطعين برضو مكعبات. التوابل اللي بحطها هي نفس التوابل اللي حطيتها على البدنجان والزيت، يعني نفس الفكرة اللي هي ملح، شطة، كمون، وفلفل اسمر، حبة صغيرة خالص مش كتير. هفضل اقلبهم وهحط لهم شوية مية صغيرين، ولو مش عايزة تستغني عن المية يعني عادي، هي ما فرقتش، بس انا قلت يعني عشان كنت معلية النار حطيت لها شوية المية. بعد كده هوطي عليها واركنها يعني واغطي واسيبها على البوتاجاز تاخد وتدي مع نفسها وتستوي في الوقت اللي بيستوي فيه البدنجان في الفرن. نسيت اقول لكم حطيت لها معلقه توم مهروس. البدنجان في الفرن زي ما انت شايفه كده استوى وبقى جميل. بيستوي بتعرفيه ازاي كمان؟ القشره بتاعته بتبقى محرفشه كده وجميله، وهو من جوه بيكون استوى. باخد بقى الحشوه اللي استوت هي كمان دي زي ما انت شايفه، وهحشي بيها البدنجان، حامله كده القوارب اللي انا عاملاها دي، وبعد ما املاها هدخلها الفرن كمان مدة تلت ساعة او ربع ساعة، يعني تاخد وتدي مع بعضها كده وتبقبق شوية. بعد كده هطلعها وهحط على الوش شوية جبنة موتزاريلا وهدخلها الفرن يا دوبك بس الجبنة تسيح. لو حابة تديها لون مفيش مشكلة، بس انا يا دوبك اكتفيت بان الجبنة ساحت كده على الوش وكانت بتدي مطة جميلة قوي زي ما انتي شايفة. وبواقي الاكل سبانخ، جبنة قريش بالطماطم، فلافل، اللي في الطبق دي فلافل، سلطة طماطم بالبصل، وطبعا البطل كان اكلة البدنجان اللي قلتلك عليها. بجد والله انا لما شفتها تاني اشتهيتها، طعمها جميل قوي، ولادك مش هيبطلوا يطلبوها منك. للامانه الوصفه مش بتاعتي، دي وصفه من على النت، بس انا عجبتني فقلت اقولها لكم. يعني انا جربتها وعجبتني جدا وعجبت الولاد وقالوا طعمها جميل، فقلت اقولها لكم برضو واشاركها معاكم. طبعا كده انا منضفه التلاجة كل حاجه كده، وياكلوا بالهنا والشفا. بيبقى يوم حلو وبيبقى فيه أذواق كتير وكل واحد عاجبه حاجة بياكل منها. يوم بيعدي لازم يكون في الأسبوع يوم زي دوت يلم كل بواقي التلاجة. طبعا الجرجير ما ننساش الجرجير الجميل اللي احنا جبناه النهارده. وبعدين وقلت اشارك معاكم، واوعوا تتصدموا من اللي انتوا هتشوفوه من المنظر. احيانا لازم نستحمل حاجات علشان خاطر ولادنا. وانا قاعده كده بشارك مع بنتي وهي بتعمل المشروع بتاعها، قلت اصور لكم جزء كده من الجانب التاني من البيت اللي احيانا بيكون مش منظم خالص ومبهدل زي ما انتوا شايفين كده. بس ربنا ينجحها يا رب ويبارك في كل اولادكم واولادنا، وربنا يعطي كل مشتاق بالذريه الصالحه اللي تسعد قلبه يا رب. اللهم امين. قولوا امين يا بنات، قولوا امين. طبعا لما هتخلص كل دوت هتنضف، بس ربنا يسهل كده وتخلص بإذن الله وربنا يوفقها والمشروع يعجب الدكتور. بعد كده نزلنا سوق الحقانية. طبعا الناس اللي في الاسكندرية عارفة سوق الحقانية، ده سوق مشهور جدا في المنشية. في ناس في آخر السوق كده بتبيع الطباق. أنا الطباق عندي كلها مرة واحدة اتكسرت، فقلت بقى لازم اجيب شوية طباق، بس للأسف برضو ما جبتش الحاجات اللي انا كنت عايزاها لاني نزلت متأخر. فيا دوبك يعني اشتريت بس الطباق اللي انتوا شايفينها دي. الطباق دي بيكون فيها عيوب صغيرة كده،
احيانا بتكون باينه واحيانا مش بتكون باينه. بس الصراحه انا مجربه وجبت كتير منها وهي بتبقى حلوه، يعني زي ما انتوا شايفين خدش كده في الجنب او كسره صغيره، المهم ان هي بتقضي وحتى ما بتزعليش قوي على الطبق لما يتكسر. بس الصراحه برضو اسعارها عليت شويه، يعني ما كانتش بالاسعار دي زمان. بصوا جبت النوع ده من الطباق، تقريبا الواسع دوت اللي هو كان فيه زجزاج، ده كان عامل حوالي 14 او 12 ونص. اما الطبق اللي انا ماسكاه في ايدي دوت فكان عامل ده كان عامل 17 ونص. بس الطبق ده كان حلو قوي، شكله حلو، يبان صغير ما بياخدش مكان معاكي على السفرة، برغم عن كده بيغرف كمية حلوة من الخضار، بتحطيه بتعملي طبق خضار محترم لما تحطيه لفرد ياكل منه. كمان لقيت النوع ده من الطباق هو عبارة عن نوع كده يعني مش صيني زي بتاع فتحي دوت، مش بنفس التقل مش نفس الخامة، بس هو كويس يعني نفع معايا. انا كنت عايزة اجيب مجموعة بس بصراحة من فتحي الشكل ده غالي قوي، لكن دول خامة تانية بس برضو شغالة وكويسة. جبت الطبقين دول قلت اجربهم وطلعوا كويسين، يعني ممكن ابقى اجيب تاني. فان شاء الله اما انزل ابقى اجيب تاني وابقى اقول لكم. لو عايزيني اصور قولولي وانا ابقى اصور لكم هناك واقول لكم المكان، بس بعتقد ان هو مشهور يعني والناس كلها عارفة سوق الحقانية. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو هنا كنت بقولك ان الطبقين لونين مختلفين لاني كنت نازلة بالليل ما خدتش بالي كويس. بس لو وصلتي لحد هنا من الفيديو اوعي تنسي اللايك، ولو انتي اول مرة ياريت تشتركي وتنوريني من الزرار اللي تحت الفيديو. وبحبكم قوي، شكرا لكل حد بيكتب كلمة حلوة، شكر خاص لأم تيمو اللي مفيش ولا فيديو إلا وتشجعني بكلامها الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.